اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. احلى متابعين يوميات بودي وزياد. قبل ما ابدا مع حضراتكم الفيديو ما تبخلوش عليا باللايك والشير وسبسكرايب وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. واهم حاجه اللايك يا حبايب قلبي عشان يرفع الفيديو يوصل لكل الناس. وهنعمل بقى مع بعض كده النهارده صينيه مكرونه بمقادير موجوده في كل بيت بطريقه جميله جدا جدا هتعجبكم. بتمنى تجربوا الطريقة. اول حاجة يا حبيب قلبي هنعصج مع بعض اللحمة كده بطريقة جميلة جدا جدا. معانا كده 3 معالق سمنة او زبدة حسب الرغبة. معانا 3 بصلات كده مقطعهم مكعبات صغيرة، هنزل بيهم على السمنة واشوحهم كده مع السمنة. بتمنى بقى كده تدعموني في قناتي بتعليقاتكم الجميلة وباللايك يا حبيب قلبي عشان هو اللي بيرفع الفيديو. اهم حاجة ما تبخلوش عليا باللايك. هنقلب بقى كده وبعد كده هننزل بقى بالتوابل بتاعتنا. انا نص معلقه فلفل، نص معلقه كمون، نص معلقه كزبره، نص معلقه شطه، معلقه ملح، معلقه توابل لحمه. انا نزلت بكل التوابل والملح ما عدا توابل اللحمه. توابل اللحمه دي جميله جدا جدا يا حبايبي، موجوده عند اي عطار. نقلب بقى كده البصله كده مع التوابل لحد ما تشم ريحه التوابل بتاعتك كده جميله جدا جدا مع البصله. بتدي ريحة جميلة جدا جدا لما بتحطي التوابل كده على البصلة. جربيها وان شاء الله تدعيلي. معانا بقى كده نص كيلو لحمة. انا بحب اجيبها حمرا، اللي حابب يجيبها فيها ملبس شوية برضو هتبقى مش وحشة، هتبقى جميلة جدا. هي كده نص كيلو لحمة مفروم، هحطه كده على البصلة واقلبه وهنزل عليه بمعلقة التوابل. ننزل كده بمعلقة التوابل بتاعت اللحمة عليها وهنغطيها بقى كده لحد ما لون اللحمة يغير معاكي خالص. وبعد كده بقى يا حبيب قلبي هنحضر معانا فلفل رومي وشطة كده سبايسي، ومعانا قطيتين مكعبات. هننزل بالقطة المكعبات والفلفل الرومي والقرن الشطة السبايسي، ومعانا نص فلفل احمر ونص فلفل اصفر. بس انا مش هنزل بيهم دلوقتي عشان الفلفل الالوان مش بياخد سوى القطة والفلفل الاخضر بيستوي بسرعة عن الفلفل العادي. هنغطيه كده لمدة 10 دقايق. وبعد كده بقى يا حبايب قلبي هنزل عليهم بالفلفل الالوان وهنزل عليهم بمعلقتين صلصة. معلش بقى الفيديو مكملش معايا، انا نزلت عليهم بفلفل الالوان ومعلقتين صلصة. الصلصة دي يا حبايب قلبي انا كنت مسبكاها. لو عندك ما عندكيش صلصة تقدري تحطي معلقة صلصة من البطرمان، بس انا بفضل الصلصة اللي انت بتسبكيها للمحشي او للطبيخ. بعد كده بقى هنعمل مع بعض البشاميل يا حبايبي. نزلنا كده بحوالي 4 معالق كبار سمنة. انا بعمل البشاميل بسمنة مش بحط زيت خالص، وده مكعب زبدة كده هيطعم لي البشاميل ويخليه جميل جدا. بيفرق في الطعم بتاع البشاميل، بيخلي الطعم جميل جدا. وهنزل بقى كده ب9 معالق دقيق هرمي. البشاميل ده كده بيبقى مظبوط للصينية، اكبر صينية في الصواني الكبيرة المربعة يا حبايبي. انا ظابطه المقدار بيبقى مظبوط جدا جدا. حوالي كده 5 معالق سمنة. بنزل عليهم ب9 معالق دقيق. هو المفروض السمنة بتبقى قد الدقيق، بس انا بصراحة بفضل ان السمنة تبقى قليلة شوية عشان يعني ايه ما تبقاش دسمة قوي المكرونة. هننزل بقى كده ب9 معالق دقيق هرمية زي ما قلت لحضراتكم. وهنقلب بقى كده الدقيق، مش هنخليه يحمر قوي عشان ما يغمقش البشاميل بتاعنا. ويبقى متواجد معانا نص كيلو لبن، ومعانا شوربة يا حبايبي. الشوربة برضو بتطعم البشاميل وبتخليه جميل جدا. انا كان عندي لبن بخير ونزلت بيه. تقدري تجيبي لبن عادي، اي لبن متواجد عندك، بس انا كده كان عندي اكياس بخير فاستعملت منها كيس.
احنا بقى في الخطوة دي تقدري تشيلي البشاميل من على النار او تهدي النار خالص لحد ما تحطي اللبن عشان البشاميل ما يكلكعش معاكي. وبالمضرب السلك بقى كده يا حبايب قلبي وهنقلب. وزي ما قلت لحضراتكم في الاول ما تسويش الدقيق قوي عشان ما يغمقش البشاميل معاكي. وبعد كده انا كان متواجد عندي شوربة فراخ، اي شوربة متواجدة عندك، فراخ لحمة اي حاجة. انا كان عندي شوربة فراخ زي ما حضراتكم شايفين كده. الشوربة دي بتفرق جدا في طعم البشاميل، اللي بتخليه طعمه جميل جدا جدا. وتقدري تستخدمي لبن بس وتقدري تستخدمي شوربة بس انا بصراحة بستخدم الاتنين. يعني لو نزلت بنص شوربة بنزل بنص لبن. بقى زي ما انتوا كده شايفين، بصوا البشاميل بتاعنا مش مكلكع، ما فيهوش تكتلات، ما فيهوش اي حاجة، طريقته مظبوطة جدا جدا. بعد كده بقى هنعلي النار وهنسيبه يتقل معانا يا حبايب قلبي. وانا بعمل البشاميل كده هسلق المكرونة. شايفين بقى الجمال، شايفين اللون عامل ازاي، جميل جدا جدا. بتمنى الطريقة تعجبكم. وبعد كده بقى يا حبايب قلبي هننزل بشعرة فلفل اسود، والمستحب ان هو يبقى فلفل ابيض بس انا ما كانش بصراحة متواجد عندي. وهنزل بنص معلقة شطة. الشطة دي بقى يا حبايب قلبي اختياري للي حابب. وهنزل بقى كده بنص معلقة ملح. ما تنسيش ان الشوربة بتاعتك فيها ملح. ظبطي بقى ايه على الملح ده بقى ايه، انت اللي تقدري تظبطيه بايديكي علشان الشوربة بتاعتك. لو مش هتحطي شوربة خالص هيبقى لبن بس. الملح بقى ده كده تظبطيه معاكي. بصوا بقى الشكل بقى عامل ازاي. انا بقى كده كنت في الوقت ده بسلق المكرونة، معلش بقى انا مش هصور معاكم سلق المكرونة. شايفين الجمال، شايفين شكله عامل ازاي. انا كده بقى سلقت المكرونه يا حبايب قلبي زي ما بوريكم كده، 3/4 سليق. انا مش هسلقها جامد ومش هبردها بالميه، هسيبها سخنه زي ما هي كده. هصفيها واحطها في المصفى كده وبعد كده هحطها في الطبق. ويفضل ان الطبق يكون واسع. وهننزل عليه كده ب3 مغارب بشاميل او 4. البشاميل بقى لما بتنزلي بيه على المكرونه كده بيخلي المكرونه تتمسك معاكي وتطلع معاكي خرط سهله. ودي شكل اللحمه، هاخد 3 معالق منها احطها على المكرونه. بتفرق برضو في الطعم. الخطوات ديت ايه مهمه جدا، بتفرق في الطعم، صدقيني هتفرق معاكي. بعد كده بقى هنقلب. شايفين المكرونه بالدخنه بتاعتها، انا ما بردتهاش خالص. شايفين الجمال. عاوزه اقولك انك لو كلتيها بالطريقه ديت من غير اصلا ما تتحط في الفرن كانت جميله جدا جدا. اولادي خدوا منها كده وكلوا، كان طعمها جميل. طعم البشاميل مع اللحمه كان مدي طعم جميل جدا جدا للمكرونه. بعد كده بقى هقسم المكرونه نصين بالظبط. عشان كده قلتلك نحط في طبق واسع عشان نقدر نقسم المكرونه، عشان الطبق اللي فوق تبقى قد اللي تحت كده بالظبط. ومعانا كده صينيه احنا دهنينها سمنه، ولو ما دهنتهاش برضو مش هتفرق، البشاميل اللي مش هيلزق فيها. بس انا بصراحة بحب ادهنها سمنة كده استحراس. تقدري تنزلي بالبشاميل على طول من غير ما تدهني سمنة. وننزل بقى كده بطبقة بشاميل في الصينية من تحت كده يا حبايبي. بعد كده هننزل بنص طبقة المكرونة. شايفين بقى شكل المكرونة، اللحمة مديها شكل جميل ازاي. هننزل بنص طبقة المكرونة كده وتسويها تبقى كلها زي بعضها عشان ما يبقاش في مكان عالي وواطي. بصوا بقى ايه، بصوا بقى احنا كده سويناها كلها بسوا بعضها. وبعد كده بقى هننزل باللحمة الجميلة بتاعتنا اللي احنا حسجناها مع بعض دي. شايفين الجمال. عايزة اقولك ان والله العظيم الريحة كانت جميلة جدا جدا. ننزل بقى بطبقة المكرونة كلها كده. وبعد كده ما فردت طبقة اللحمة كلها هنزل بشوية بشاميل على اللحمة عشان طبقتين المكرونة يتماسكوا مع بعض.
معلقتين البشاميل دولت برضو بيخلوا المكرونه تمسك مع بعضها كده، وبيخليها مش بتخليها قطعه واحده. وهنزل بقى كده بالمكرونه هسويها. شايفين كلها سوا بعضها ازاي؟ لازم التركه دي يا حبايب قلبي انك تخلي المكرونه كلها سوا واحد. وبعد كده بقى هنغطيها كلها بالبشاميل. ولو حابه ممكن تغطي الوش ده بجبنه. انا عملت له بيض، ممكن تغطيه بجبنه، تعمليه بجبنه موتزاريلا. شايفين الجمال والعظمه؟ بتمنى الفيديو يعجبكم، بتمنى كده تطبقوا الطريقه بتاعتي وتقولوا لي ايه رايكم فيها. احنا كده غطينا الوش كله بشاميل اهو. لازم تخلي الوش كله بشاميل، ما تخليش المكرونه باينه علشان ما تنشفش منك. وكده معانا بطين عليهم شعرة فلفل اسود وشويه خل صغيرين بيشيلوا الزفاره برضو، مش هيعملوا اي حاجه في الطعم. وهننزل بقى كده بطبقه البيض بتاعتنا، وهنفردها على الوش كله زي ما حضراتكم شايفين كده. وهندخلها بقى الفرن لمده نص ساعه. بتمنى بقى يكون الوصفه بتاعتي عجبتكم، وبتمنى تجربوا الطريقه وتقولوا لي ايه رايكم فيها. شايفين بقى الشكل والجمال والعظمه؟ ده كده بقى الشكل النهائي بتاعنا. بتمنى الفيديو يعجبكم. لو وصلتوا معايا لحد هنا ما تبخلوش عليا باللايك والشير وسبسكرايب وتفعيل الجرس، واشوفكم